اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. ما تبطلوا سذاجة بقى يا جماعة. هتفضلوا ساذجين كده لغاية امتى؟ وتقعدوا ترادوا وتطبطبوا وتدلعوا في ناس ما بيفرقش معاهم زعلكوا ابدا، ولا بيفرق معاهم ابدا انت مين ولا انت بتعمل ايه. ياخدوا منهم كل مصلحتهم، وفي الاخر بقيت بتبني في ارض غير ارضك. في الاخر بقيت بتعامل ناس مش عارفين يغيروا من نفسهم ولو حتى جزء صغير عشان يردولك اي حاجة انت عملتها. طول ما انت ساذج كده، وبسميها بصراحة سذاجة، ما بسميهاش طيبة ابدا، لاني اللي قدامك ما بيدكش حقك في المعاملة زي ما انت ما بتعامله، فبسميها سذاجة وبسميها غباء. ويعني ايه اللي تفهم كده منك؟ عشان انت لغاية دلوقتي ما فهمتش اللي قدامك، لغاية دلوقتي بتعامله كويس وهو بيعاملك وحش، بتوده وهو مش بيودك، بتتصل بيه وهو مش بيتصل بيك، بتروح له وهو مش بيجيلك. طب هتفضل كده لغاية امتى؟ لأ، واقفة بقى شوية مع نفسي واعمل لنفسي كرامة وشخصية، وزي ما هو ما بيسألش فيه ما اسألش فيه، زي ما هو ما بيودنيش ما ودهوش. ما افضلش اقول انا الاحسن، انا هتصل، انا الاحسن، انا اللي هروح، مش لازم استناه ان هو يجيلي، اصلا انا بحبه ولازم اسأل عليه. هو طالما يوم عدى من غيرك وما سألش فيك خلاص، عارف اللي انت زعلان ان هو ما بيكلمكش وما كلمكش برضك، خلاص هو بيقول لك بالمحسوس كده ابعد عني وخليك في حالك، وانت برضك زي ما انت مش فاهم حاجة، وعمال كل يوم والتاني تتصل بيه وتبعت له وتروح له، وانت ولا انت هنا. فبقول لك ستوب، وحاول تبقى ريلاكس كده، وهما يومين 3 وزي ما هو نسيك انت كمان هتقدر تنساه. لان يا جماعة مش عارفة ازاي والله الناس بتكلم بعض ويبقى واحد بيحب التاني والتاني ما بيحبهوش. مش عارفة بتحصل ازاي دي، لان هو من القلب للقلب رسول، وزي ما انت ما بتحبني اكيد انا هكون بحبك. فمش عارفة ازاي نفضل نكلم حد ونبقى احنا بنحبه وهو ما بيبقاش بيحبنا. المفروض نحس، لان ده بيبقى احساس كده في القلوب. المفروض نحس اللي هو مش عايزك، المفروض نحس اللي هو مش طايقك، يعني المفروض نحسها ديت. مش السذاجة هتبقى في كل حاجة، لا، المفروض نحس ونخلي عندنا احساس في البني ادم اللي احنا بنتعامل معاه، صح ولا لا؟ طالما هو ما بيسألش فيك زي ما انت ما بتسأل يبقى هو مش عايزك، مادام هو ما بيجيلكش زي ما انت بتجيله يبقى هو مش عايزك. فيا ريت ننتبه في الموضوع دوت، وما نفضلش نضحي 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 ونعمل نفسنا ان احنا احسن منهم، او مش نعمل نفسنا. هي في ناس فعلا بتبقى ده طبعها، بس ما يا ريت ما نطولش، يعني يا ريت نختصر كده وما نبقاش نفضل ندي لا، نرجع بقى ايه لهيبتنا كده شوية. هتفضل تقول انا ليه بعمل وهو ما بيعملش؟ انا اقول لك ليه انت بتعمل وهو ما بيعملش. عشان هو مش انت، عشان كل واحد ربنا خلقه بطبع. يبقى احنا كده متفقين ان احنا ما نبنيش في ارض غير ارضنا. يعني ايه؟ يعني ما نعملش ناس ما بيتمرش فيهم حاجة، ما نعملش ناس خسارة اللي احنا اصلا نسلم عليهم. والله العظيم بجد في ناس كتير قوي بتبقى والله عارفها من قريب، بس ممكن يعني يتعاملوا معاك معاملة يحسسوك ان انت ملك زمانك، وانت لسه ما عملتش معاهم اي جمايل ولا اي حاجة. وفي ناس عارفها من زمن الزمن وعملت معاهم جمايل السنين، وهم يحسسوك ان انت ولا حاجة ولا عملت اي حاجة ولا يدوك اهتمام اصلا، اللي هو تجاهل السنين برضو. فنبقى نشغل دماغنا شوية، وما بقولكش ما تحبش الناس وما تعاملش الناس، لا، عامل اللي يستاهل. يعني اللي تلاقيه مقدرك وبيعاملك بحب، هو علشان كل واحد ربنا خلقه بطبع. انت طبعك غير طبعه. انت لما هو بيقع في ضيقة انت اول واحد بيلاقيك جنبه، لكن انت لو وقعت في ضيقة
مش هتلاقيه جنبك. يبقى تعرف على طول ان انت غيره وهو غيرك. يبقى تدور وتدور حواليك كويس قوي، وتطلع الناس الكويسة بس هي اللي تتعامل معاها في حياتك، والناس التانية تعمل لها بلوك من حياتك في كل حاجة، في السؤال، في المودة، في الزيارات، في كل حاجة. تعمل حدود.